انا يهودي. تخرع الرسول، عيب. اخرع عليك وعلى اهلك الك. عيب والله عيب. عيب نص عينك فشرت لك يا اخي، عيب. عيب هذا عيب على واحد مثلك ولك. والله رجال ما بيعرف يقرا ويكتب. امي عيب بابا. فسرنا من الايه، فسر الرسول بعقر جهنم ليش؟ انت اليوم بدك تحترق انت واهلك وبيتك كمان. لماذا رسول الله يوضع سلسله في دبره؟ فشرت في نص عينك ينعم. هي قرانيه شيخنا. انا ايه قرانيه؟ انا ايه قرانيه ولك يهود ونصارى وانت عم تكتب كيف كانوا لك؟ في سوره الحشر يقول لك يضعون سلسله في اين صور انت بتجيبوا لي؟ انت شفت هذا الحديث حدا كتبه قدامك اللي كتب لي اياه ورأيه جايب لي اياه من درس عند اختك بالصف؟ طب هلا انت مرتك وينها؟ وين المرة تبعك؟ وين؟ المرة تبعيتك وينها؟ هل انت قاعد عم تتحرش الرسول ومرتك عم تتحرش صاحبه يعني؟ انت مين قال لك انا متزوج يا شيخ؟ خواتك وينهم طيب؟ مين قال لك اني انا متزوج يا شيخ؟ منين جبتها؟ شيخنا تفضل شيخنا. تفضل شيخنا. شباب شيخنا ثم في سلسله ذراع. سعد ربك يا خال. هذا كلامك كمبيوتر حبيبي، له تاريخ وله وقت. هذا الكلام لك برضه. هذا موجود يا شيخنا، المسلمين عارفين. عيب. انت مالك مسلم يا حمار لحتى تحكي هذا الحكي. لا انا ما بامن فيك. اصبرني بس. ولا بامن في كمبيوترك، انا بامن في اللي فوق. الرسول راح للجنه. اصبر لي. الرسول شحاط، الرسول بتشرفني يا شيخ بالجنه. اصبر لي. وبتشرف كل شيء عندك. سوره الحاقه الايه 32. ثم في سلسله ذراعها 70 ذراعا فاسلكوه. شباب لا يا يعرفوني شعب الجدل معه يا شباب. اشكون قال يا ابن عباس فاسلكوه تدخل في استه. انا ما بعرف بقرا هذا الكلام. انت كيفه من عندك يا ابني؟ ما اسمح لك تحكي عن هذا الكلام. يسلك في دبره حتى تخرج من مناخيره. يحطون سلسله. انا مناخيري ان شاء الله ينعل مناخير اهلك يا ابن عباس اللي قال مش انا. ابن عباس قال يحطون سلسله في طيز الرسول تخرج من مناخيره. طيز اختك كان يحطون. الرسول ولك عيب عليك شيخ. ولك ايش عيب يا اخو جحش؟ ما هذا قرآن. طيز امك كانوا يحطوه ما هو طيز اختك. حسب الله كتاب الله شيخ. دين هذا، لا تلعب بالدين. انزل يلعن ابوك وابو اهلك وابو دينك. يلعن ابوك عرصه. انزل يلعن ابوك عرصه يا زلمه. انزل يلعن ابوك وابو اهلك يا زلمه. انزل يا اخو بلعت القير بلعنيك.